آلاف الفيديوهات وملايين المبيعات، كلهم على كتاب واحد. كل عايز يفهم اللعب، كل عايز يبقى معاه الدراع، وما يكونش العروسة اللي غيره بيتحكم فيها. هتقول عليه كتاب شيطاني خبيث ملوش علاقة بالأخلاق، أو يمكن تقنع نفسك إنه مجرد هري على ورق، كلام ملوش لازمة أو كلام موجه لناس معينة. لكن الحقيقة اللي هتدركها النهاردة إننا في حرب مصالح، ما فيهاش مكان لساذج أو مغفل. السلام عليكم، أنا مصطفى أحمد، ودي قناة لحظة إدراك. كل قانون من 48 قانون هم قصة كاملة، سلاح لازم يكون معاه. بس النهارده هكلمك في 5 قوانين بس عشان وقت الحلقة. القانون رقم 3 في الكتاب: اخفي نواك. كل خطة أو نية أنت بتعلن عنها أنت بتبني لنفسك سجن أنت مش حاسس بيه. فاكر إنك بتشارك طموحك ودي حاجة كويسة، بس بالعكس أنت بتستنزف كل طاقتك وتدمر أي مشروع أنت هتبدأه من قبل ما يتولد. تقول لي بس يا مصطفى أنت مكبر الموضوع، تقول صحابي وعيلتي وأهلي هيعملوا لي إيه، مش هيضروني. وهنا عايزك تدرك كام نقطة أنت يمكن ما خدتش بالك منهم قبل كده. في دوائرنا الاجتماعية كل واحد فينا جواه وحش صغير اسمه الإيجو، والإيجو ده ما بيشبعش لو أنت حاسس إنك أذكى وأحسن حد في القعدة. وهنا بتبدأ المشكلة. تبدأ تعلن عن خططك، طموحك. ده أنا اشتركت في الكورس الفلاني وهتعلم اللغة الفلانية، لا ده أنا نويت أعمل مشروع عمري، أو نزلت الجيم وقررت خلاص إن أنا هلتزم وهعمل الفورمة المتينة. وبتبدأ تسمع الكلمة اللي أنت عشانها كشفت كل ورقك: إيه ده، برافو، شطور، أنت قد إيه جميل وكتكوت. في اللحظة دي عقلك بيفرز كمية مهولة من الدوبامين، تحس بنشوة الإنجاز من غير ما تعمل أي حاجة. ولما بتيجي لحظة الجد ما بيبقاش عندك الدافع اللي كان عندك في الأول. انت خلاص سمعت وخدت اللي انت عايزه، فبتبدأ تكسل وتطلع على نفسك مبررات عشان بس ترضي ضميرك. وبدل ما كنت تعمل حاجة حقيقية تطور بيها نفسك، انت هديت نفسك بإيدك. وكل ده عشان في الآخر ترضي غرورك أو الإيجو بتاعك. واغلب اللي انت حكيت لهم مش هيمدوا ايديهم يساعدوك لو انت وقعت، وده غير طبعا العين اللي هتاخدها هيت شوت في نص دماغك. تحس ان ده كلام امي وامك والحسد وخاف على نفسك واستخبى والجو ده، بس للاسف الكلام ده فعلا مذكور في القرآن، مش مجرد تخاريف. وياما ناس اتأذت بسبب الحسد والغل اللي في قلوب ناس تانية. خطط في السر وخليهم يتفاجئوا بنتائجك. والقانون الخامس من الكتاب: حافظ على سمعتك ولو بحياتك. أكبر خدعة ممكن عقلك يمارسها عليك هو إنه يقنعك بالكتاب من عنوانه. سمعتك هي عنوانك في عقول كل الناس. المندوب بتاعك اللي بيخش المكان وبيقعد على الترابيزة ويمضي العقود، كسبك احترام كل الموجودين من قبل ما حتى تاخد خطوة واحدة بره بيتك. ومجرد ما الناس تعرف انك تقيل وعندك حضور بيحترموك من قبل ما حتى يشوفوا منك موقف واحد، ويتعاملوا معاك انك ملك من غير ما تحرق جهد ومجهود مع كل شخص عشان تثبت له انت مين. سيكولوجية العقل البشري كسولة حبتين، زيك كده بالظبط. بياخد عنك الفيرست امبريشن، انطباعك الاول، وبيكمل بيه بقية حياته. عشان كده بيقولك دايما الانطباع الاول هو اللي بيدوم وصعب تكسره. اللي عايزك تدركه ان حياتك فيلم، انت المخرج والبطل في نفس الوقت، والناس هما مجرد جمهور، وانت اللي بتحدد الكادر اللي هما بيشوفوك فيه. ولو ما كنتش انت المخرج اللي بيصنع هيبته وبيطلع بدور البطل، هيفرضوا عليك دور الكومبارس. عشان كده اللي بيقولك انا مش هاممني رأي الناس بيخسر كتير. بيخسر الريموت اللي قادر من خلاله يتحكم في صورة الناس عنه. السمعة بتسبقك وبتفرش لك الارض ورد، عشان كده لازم تحافظ عليها بحياتك. القانون رقم 11: اجعل الناس يعتمدون عليك. اكبر نقطة ضعف في تاريخ الانسان هي الاحتياج. احتياج لفلوس، احتياج لمشاعر، وبشكل غير واعي هنا بيبدأ يدور على أي مصدر يسد الجوع ده. وهنا تبدأ اللعبة. القوة مش إنك تفرض نفسك على حد، القوة إنك تكون القطعة الناقصة في حياتهم. لما بتبني لنفسك مهارة أو حضور، غيابك ما بيكونش مجرد غياب، ده فراغ بيحسسهم إن في حاجة ناقصة وأنت مش موجود. وعشان تمتلك السطوة دي لازم تخليهم يعتمدوا عليك أكتر. وكل ما زادت مهاراتك اللي مش عند غيرك، زاد احتياجهم ليك وزاد الطلب عليك. لو عندك ذكاء اجتماعي بسيط هتعرف تكون الشخص اللي بيفهم لغة كل شخص، اللي بيعرف هو محتاج ايه وبيعرف يديهوله ازاي. الشخص المريح اللي القعدة ما بتكونش لذيذة الا بيه. وهنا غرضي من الكلام انك تكون فعلا شخص كويس، ما تستخدمش نقط ضعفهم ضدهم. السلب دي بنعرفها عشان نفهمها كويس ونتعامل بيها بطريقة تناسب اخلاقنا وديننا ومبادئنا، او عشان ما نكونش ضحية الناس تانية بتستخدمها بطريقة مش كويسة. انا عايزك بس تكون الموتور، المحرك اللي من غيره المكنة تقف، مش مجرد ترسف مكنة. تكون مميز ومفيش حد شبهك وملكش بديل. والكلام ده مش في قعدتك الاجتماعية وسط اصحابك واهلك بس، الكلام ده في اي مجال تخشه. قانون رقم 16: استخدم الغياب لزيادة التقدير. وفي قاعدة ذهبية في علم الاقتصاد بتقول كل ما قل وجود العنصر زادت قيمته وزاد الطلب عليه. الياقوت غالي وسعره في السماء وكله نفسه فيه، عشان بس هو مش موجود كتير ونادر. انت معاك قطعة نادرة مش مع حد، لكن المية والهواء هم اساس الحياة، وموجودين ومتاحين للكل وببلاش. لما تكون موجود في كل قعدة، في كل مناسبة، بترد على المكالمة في أول ثانية، بترد على المسجات أول ما بتتبعت، أنت بتكون عامل زي الهوا ساعتها. مش قصدي كده إنك تعمل فيها كاريزما ما تردش على الناس، بس خلي لحياتك مركز ثقل، أولويات، أهلك، شغلك، دراستك. ساعتها أنت مش هتكون عامل فيها متكبر وكاريزما،
انت هتكون عارف قيمة حياتك. لما تكون عارف قيمة وقتك الناس هتحترمك وتقدرك. واهم جزء من القانون ده انك تفهم كويس ان المكان اللي ما بيدكش قيمتك سيبه وما تبصش وراك. الانسحاب وانت في قمة كرامتك بيعرفهم انك ياقوت ما بتتعوضش، مش مية ممكن يلاقوا لها بديل او موجودة في اي حتة. القانون الاخير في فيديو النهاردة القانون رقم 34. تصرف كملك، تعامل كملك. عارف ايه الفرق بين شخصين واحد فيهم يخش اي مكان يبقى ليه احترامه وتقديره، وشخص التاني بيبقى شفاف محدش عامل له اي حساب؟ الفكرة ان واحد عارف قيمة نفسه والتاني لا. واحد بيقدر وبيحترم نفسه كويس وبيتعامل مع نفسه انه ملك، والتاني معتبر نفسه ولا حاجة. في ناس احسن مني كتير، وزي ما وضحت لك قبل كده في فيديو الوهم، ان عقلك بيصدق الافكار اللي بتخش له وبيتعامل معاها انها حقيقة مصدقة. فلو اقنعت في قرارة نفسك انك ملك تتصرف زي الملوك، مش تقبل اي وضع مش عاجبك. كل واحد هيبقى ليه حدوده معاك. مش هتقبل تكون في مكان مش بيقدرك. تعرف قيمة نفسك وحياتك وهتدي لحياتك قيمتها، وهتجبر كل اللي حواليك يعاملوك زي ما انت شايف نفسك. بالبلدي كده وباختصار، لو عملت نفسك انك رخيص محدش هيشتريك بالغالي. الثقة مش غرور، دي هالة انت بتبنيها حوالين نفسك عشان تحمي كرامتك. وفي النهاية القوانين دي مش مجرد كلام، ده اسلوب حياة، والملك الحقيقي اللي يقدر القيمة اللي بتتقدم له. فقدر بقى، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر قانون اثر فيك، وعرفوني لو نوعية الفيديوهات دي عجبتكم هعمل منها اجزاء اكتر ان شاء الله. اشوفكم في لحظة ادراك جديدة. اهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي. سلام.